اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا الشوط الاول ينتهي بتقدم المنتخب المغربي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. يا حسام الدين، يا حسام الدين، توقعنا 1-0 لجزر القمر فلقينا 3 اهداف في مرمانا. ماذا حدث؟ ما هذا؟ هذا قوي جدا. لاحظت أن في الشوط الأول منتخب المغرب بدأ بقوة جديد، لأن كما قلت بارحة أن منتخب جزر القمر سوف يحاول، ولكن في البداية لاحظت أن لاعبي جزر القمر كانوا خائفين جدا، وأخذ هذه الفرصة منتخب المغرب لأنه منتخب قوي في هذا الأيام يعيش في سنوات سعيدة في كرة المغرب، ولكن 3 أهداف هذا قوي جدا. وحاول منتخب جزر القمر أن يعود في المباراة بعد هدفين، ولكن لا يكفي لأن منتخب المغرب لاحظ في المباراة الماضية بين منتخب فلسطين ومنتخب قطر، ولاحظ أن منتخب فلسطين قد فاز أمام منتخب قطر، فمنتخب المغرب يريد أن يفوز في هذه المباراة لكي يبدو أنه يبقى قوي جدا، وفاز في الشوط الأول. يريد أن يستفرد بعضلاته أمامكم. نعم، ولكن لاحظت أن بعد 30 دقائق حاول منتخب جزر القمر، إذا كان هكذا في الشوط الثاني أعتقد أن منتخب جزر القمر سوف يسجل، ولكن الفوز لا صعب، سيكون صعب. حسنا، سأعود إليك لاحقا وسنتحدث عن الهدف الذي أنت قلت عنه أن جزر القمر سيحرسه في الشوط الآخر، في الشوط الثاني. نعم، أليس كذلك؟ هناك هدف. كابتن حسين عموته، 3 أهداف لكم صحيح، ولكن انتبه، 3 من كور ثابتة. 2 بس، عفوا 2 ركنية والثالثة عرضية. عرضية نعم. لا، ما في شيء من العمق، إذا معناته أن جزر القمر نجح في أنه يغلق عليكم المساحات نوعا ما. شوف طبعا يعني دائما يعني افتتاح البطولات دائما المباراة الأولى تكون صعبة، واللي هو أكيد اليوم هو أنه المنتخب المغربي حقق الأهم لأنه في الانتشار وفي التحركات، يعني تحركاته كانت دائما يعني جيدة، واستحواذه يعني يمكن استحواذ يمكن ربما سلبي في وسط الميدان، يعني وخذ وقته ليبني الهجمات. لكن اليوم يعني في الكرة الحديثة مهم جدا أنك تستغل يعني الكرات الثابتة واستغليناها بالشكل يعني الجيد، وخاصة يعني الركنية الثانية اللي كانت يعني مخدومة وملعوبة بشكل يعني ممتاز. نعم، طبعا ارتداد بسرعة كان فاول، يمكن حتى الهدف الثالث كان يعني من خطأ لعب يعني بسرعة المساوي على الطرف، حمزة المساوي اللي كيرفع الكريم البركاوي اللي سجل هدف رائع جدا. أظن أن 3 أهداف من 5 تسديدات فقط، نسبة وفعالية هجومية يعني أكثر من جيدة. نعم. كابتن منذر، تفوق طبعا واضح مغربي، أداء، نتيجة، استحواذ، تسجيل، أهداف، تنوع حتى في الفرص، يعني حتى وأنا أقول حق الكابتن حسين أن أهدافكم جاتكم من كور ثابتة أو كرة عرضية، إلا أن هذا يعتبر نجاح كبير للمنتخب المغربي أو جزء كبير من العمل. أنا حينما ألاقي هنا في إغلاق مساحات أستطيع إيجاد الحلول. يعني في فكر وفيه هيكل لعب أنا شفته متطور مستوى عالي في التحضير، في خروج الكرة، دائما كانوا متفوقين عدديا. الخط الأول متاع جزر القمور كان متكون بلاعبين 2، الحارس يلعب دور كلاعب ثالث باش الكرة تخرج نظيفة. 2 ارتكاز شفتهم على مستوى عالي، قائد الفريق حريمات ومهديوي، وخاصة في الكرة الحديثة الأجنحة اللي تعطيك القدرة باش تفتح لك الملعب، زحزوح على اليسار وبركاوي على اليمين. يعني المغرب تخلل منطقة المنافس تاع جزر القمور بعدة طرق مختلفة. كان في العمق نتاع وسط الميدان كانوا عندهم تفوق عددي ب5 لاعبين، والأظهرة ياخذوا الأطراف، بولاسكوت على اليمين ومساوي على اليسار. أهم شيء اللي كونه كتشوف التفوق الفردي موجود،
لكن فما من الناحيه الذهنيه فما تفوق خاصه في بدايه المقابله. نشوف ان الارتقاء نتاع الهدف الاولاني نعم. نتاع المساك اللي هو بوفتيني وقتها خدموا له باش يحاولوا يحروه وكوره كانت خارجه. الارتقاء اللي عملوا اللي فيه برشا جديه وبرشا اصرار، ولاعب وقت دخل مش باش يشارك في الكره الثابته، مشى باش يسجل. كي تشوف الهدف الثالث نتاع البركاوي توزيع من الظهير اليسار كيفاش سبق الظهير الايسر وكانت فمك الشراسه والقتاليه باش يعمل الفارق. وهنا اللي نقطه مهمه، الاستحواذ والسيطره مهم. اذا ما فماش فاعليه راهو ما تجيب حتى شيء. الفاعليه كانت موجوده، والمغرب بقطع نظر على الاسبقيه اعطى رساله قويه للمنافسين في هيكل نتاع لعب قوي ويتعاملوا مع الوضعيات كل كي تتطلب باش يرجعوا يدافعوا بكتله. يعني شكرا لك، كان ممتاز. شكرا لك على الاختصار كابتن ماجد الخليفي. واضح الموضوع باختصار. انا احترمت جزر القمر وفزت في الشوط الاول، تقدم، انتهى الموضوع، انا الافضل. شوط مثالي للغايه، خط دفاع متميز، قلب الدفاع سجل، الظهير اليسار صنع الهدف الثالث، الاجنحه لعبوا دور جيد، الظهير رقم 7 ايضا محمد بسكوري مع حمزه قاموا بادوار هجوميه دفاعيه. وسط الملعب اللي تكلم عنه محرمات ومهديوي غايمين بوسط الملعب، فريق متكامل جدا في كل مراكزه. نعم. تجد نقاط قوه، فالفريق المغربي اشكرك على الاختصار. اظهر حضوره مبكرا حقيقه. المنتخب المغربي ممتاز جيد 10/10 كل شيء كابتن، ما في خلاف، لكن بعد عجبتني شخصيه منتخب جزر القمر. كان يحاول صحيح. كان يحاول انه يسجل، يحاول انه يرجع المباراه، يحاول يترك بصمه، وهذا شيء جيد يحسب لاعبين يعني. طبعا اكيد يعني واكيد مدرب المغرب قال للعيبه على المباراتين امبارح 100%. خلي بالكم الفرقه مش مرشحه هي اللي بتكسب وهي اللي بتعمل ديفنس كويس وبتعرف توصل. عايزين نلعب اول ربع ساعه نجيب اي جول عشان نخلص المباراه. فالربع ساعه دي جابوا جولين المغرب، وده سمع كلام المدرب. نيجي بقى اللي بجزر القمر، بعد ربع ساعه شفنا نص ملعب المغرب، فجزر القمر ضيع هدفين او راح لجول 3-4 كرات كويسه، زائد ان في حتى حارس المرمى خد كوره، بص بايده عمل ايه الكوره ديت كانه لعبها برجليه. بص انا عايز اقف، بس اقف ما شاء الله. الاثنين دولت ما كانوش بيدافعوا ليه. امبارح كنا اختلفنا ان في مدرب بيلعب ب2 مهاجمين، فكده ممكن يفتح الدفاع وممكن يقدر يجيب اجوال. فشوف الكره دي راحت الجول لغايه فين، بقوا 4 بص 3 على 3 جوه ال 18، كان ممكن تحرز هدف من حارس مرمى.